أهلا بيكم. لو شغال في أي مشروع ماشين ليرنينج فأكيد عدت عليك اللحظة اللي بتسأل فيها هو ليه الموديل مش شغال كويس؟ النهاردة هنكتشف إن الحل في أغلب الأوقات مش بيكون في الكود، الحل بيكون في إننا نشوف الداتا بعينينا الأول. هنتكلم عن الداتا فيجواليزيشن. كلنا بنقع في الحتة دي. الاكيورسي بتاعت الموديل مش راضية تتحسن مع ان الكود سليم 100%، وبنفضل نلف حوالين نفسنا ومش فاهمين المشكلة فين بالظبط. وده طبعا إحساس محبط جدا. وهنا بقى بتيجي القاعدة الذهبية اللي لازم نحطها حلقة في ودننا. لو مش فاهم الداتا بتاعتك، الموديل بتاعك مستحيل يفهمها. الحل غالبا مش في تعديل الكود، الحل في إننا نرسم الداتا دي ونخليها هي اللي تحكي لنا القصة بتاعتها. ودي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بأهم سؤال: ليه أصلاً نعمل كده؟ بعدين هنتعلم نحلل الداتا بداية من متغير واحد بس، ونشوف إزاي العلاقات بتظهر بين المتغيرات وبعضها. وهنتكلم كمان عن البيانات اللي فيها عنصر الزمن، وإزاي نتجنب أشهر الأخطاء. وفي الآخر هنلخص كل ده في خطوات عملية بسيطة. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول. ليه الموضوع ده مهم؟ بص، الموضوع ببساطة إن إحنا هنا بنلعب دور المحقق. الأرقام والجداول دي هي مسرح الجريمة، والفيجواليزيشن هي العدسة المكبرة بتاعتنا اللي بتكشف كل الأسرار والأنماط المستخبية. الفيجواليزيشن هي الأداة الأساسية في مرحلة Exploratory Data Analysis أو EDA. من خلالها بنقدر نكتشف أنماط ما كانتش واضحة خالص، زي مثلاً إن الطلب على منتج معين بيزيد جداً كل يوم جمعة. بنفهم توزيع الداتا، يعني هل المرتبات مثلا متوزعة بشكل طبيعي ولا مايلة لناحية معينة. وبنلقط بسهولة القيم الشاذة أو المفقودة، والأهم من كل ده بنكشف العلاقات اللي بين الفيتشرز وبعضها. تمام، بعد ما عرفنا ليه، خلينا نشوف إزاي. أي تحليل صح بيبدأ بخطوة بسيطة، إننا نمسك كل متغير لوحده، كل عمود في الداتا، ونفهمه بعمق. ده هو حجر الأساس اللي هنبني عليه كل حاجة بعد كده. لما يكون عندنا متغير واحد بس، فعندنا 3 أسلحة أساسية. لو عايزين نشوف شكل توزيع البيانات الرقمية زي أعمار الركاب في تايتانيك، يبقى نستخدم الهيستوجرام. لو عايزين ملخص سريع للمتغير ده ونشوف القيم الشاذة أو الأوتلايرز، يبقى البوكس بلوت هو الحل الأمثل. أما بقى لو بنتعامل مع فئات زي عدد اللي نجوا وعدد اللي ماتوا، فبنستخدم البار تشارت. الموضوع كله عبارة عن اختيار الأداة الصح للسؤال الصح. فهمنا كل متغير لوحده. دلوقتي وقت المتعة الحقيقية، إزاي نكتشف العلاقات الخفية اللي بين المتغيرات وبعضها. هنا بقى بندخل في مرحلة تحليل متغيرين أو أكتر مع بعض، اللي بنسميها Bivariate و Multivariate Analysis. الموضوع هنا منظم جدا، مش عشوائي. اختيار الرسمة الصح بيعتمد على نوع العمودين اللي بنقارنهم. لو العمودين أرقام يبقى على طول سكاتر بلوت عشان نشوف العلاقة بينهم. لو واحد رقمي والتاني فئات زي المرتبات والأقسام، يبقى بوكس بلوت أو بار بلوت. ولو العمودين فئات زي الجنس ومين نجا في تايتانيك، يبقى كاونت بلوت أو هيت ماب. طيب لو عايزين نشوف الصورة الكاملة لكل المتغيرات مع بعض، هنا بنستخدم أدوات أقوى. الكوريليشن هيت ماب دي خريطة حرارية بتورينا قوة العلاقة بين كل المتغيرات الرقمية، ودي مهمة جدا لأنها بتكشف لنا مشكلة خطيرة اسمها مالتي كولينياريتي، ودي بتحصل لما يكون في متغيرين بيشرحوا نفس الحاجة بالظبط، وده بيلخبط الموديل. البير بلوت دي بتعمل لنا شبكة رسومات بتلخص كل العلاقات الممكنة بين كل المتغيرات، ودي أداة عظيمة في بداية أي مشروع. أما الفاسد جريد فدي بتسمح لنا نقسم الرسمة الواحدة لرسومات صغيرة عشان نقارن التوزيعات بين فئات مختلفة، زي مثلا توزيع الأعمار بين اللي نجوا من الرجالة مقابل اللي نجوا من الستات. طيب، كل ده جميل، بس إيه الوضع لو دخل عامل الزمن في المعادلة، زي أسعار الأسهم أو بيانات الطقس مثلاً؟ هنا بنحتاج أنواع رسومات مختلفة تماماً، لأن الزمن ليه طبيعة خاصة. عندنا 3 أدوات أساسية للتعامل مع الزمن. اللاين بلوت هو البداية الطبيعية، بيرسم خط بيوضح التغير مع الوقت، لكن الخط ده ممكن يكون متذبذب جدا ومليان نويز. عشان كده بنستخدم الرولينج افريج اللي بينعم الخط ده وبيكشف لنا الاتجاه العام أو الترند الحقيقي. ولو عايزين تحليل أعمق بنستخدم السيزنال ديكومبوزيشن، ودي أداة بتفكك الداتا ل3 أجزاء: الترند العام والموسمية أو السيزناليتي والضوضاء العشوائية. تمام قوي. دلوقتي بعد ما عرفنا الأدوات، خلينا نتكلم عن الأخطاء الشائعة اللي لازم نتجنبها، وإزاي نعمل خريطة طريق بسيطة في دماغنا عشان ما نغلطش. في 4 فخاخ لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. الفخ الأول: إنك ترسم من غير هدف، من غير سؤال واضح في دماغك. التاني: إنك تستخدم ألوان كتير وزحمة تشتت الانتباه عن المعلومة الأساسية.
التالت إنك تتسرع وتشيل الأوتلايرز أول ما تشوفهم، ممكن يكونوا هم أهم معلومة في الداتا بتاعتك كلها. والفخ الرابع والأخطر إنك تخلط بين الارتباط والسببية. وده مثال بسيط عشان يوضح الفرق الكبير بين الارتباط والسببية. البيانات بتقول إن مبيعات الآيس كريم بتزيد في نفس الوقت اللي حوادث الغرق فيه بتزيد. ده ارتباط correlation. لكن هل معنى كده إن الآيس كريم هو اللي بيسبب الغرق؟ لا طبعاً. اللي بيحصل إن في سبب ثالث خفي، وهو حر الصيف، هو اللي بيخلي الناس تشتري آيس كريم أكتر وتنزل البحر أكتر. مهم جداً ما نخلطش بين الاتنين. ودي خريطة قرار بسيطة ممكن تكون في ذهن أي حد وهو شغال. الأول نسأل نفسنا، بنحلل كام متغير؟ لو متغير واحد يبقى هيستوجرام أو بوكس بلوت. لو 2 نحدد نوعهم عشان نختار الرسمة الصح. لو أكتر من 2 نبدأ بهيت ماب أو بير بلوت. ولو في عامل زمن يبقى لاين بلوت. بسيطة ومباشرة. طيب، خلينا نلخص كل اللي قلناه ده في كام نقطة أساسية وواضحة عشان نحول الكلام ده لخطوات عملية نقدر ننفذها. أهم حاجة نطلع بيها من الشرح ده، الفيجواليزيشن مش مجرد خطوة اختيارية أو شكلية بنعملها في الآخر، دي خطوة جوهرية وأساسية في صميم عملية بناء أي موديل ناجح. وتذكر دايماً، الرسمة الصح بتوصل للقرار الصح. كل رسمة بتجاوب على سؤال مختلف، واختيارك بيحدد بشكل مباشر جودة التحليل، وبالتالي جودة الموديل نفسه في النهاية. وكتير من الخبراء في المجال بيأكدوا إن مرحلة ال Exploratory Data Analysis اللي ال Visualization هي قلبها النابض بتمثل أكتر من 50% من مجهود ووقت أي مشروع ماشين ليرنينج ناجح. هي حرفياً أكتر من نص الشغل. في الشرح اللي جاي مش هنتكلم نظري، هنطبق كل الكلام ده بشكل عملي. هنمسك داتا سيت حقيقية ونمشي فيها خطوة بخطوة ونشوف إزاي الفيجواليزيشن بتساعدنا ناخد قرارات صح. استنونا.